لسه كان معاكم احلى مستمعين في الدنيا، مستمعين راديو مصر على الهوا. انا اكرم مفتاح، وبرنامج في الروقان كل يوم حد وتلات من الساعه 12 للساعه 2 بالليل على راديو مصر على الهوا. صوت شباب مصر. التواصل معنا دايما عن طريق ايميل راديو @egionl.com، او عن طريق ان انتم عملنا وول بوستس على الفان بيج بتاعتنا على فيسبوك facebook.com/egionair، او من خلال كل منصات التواصل الاجتماعي @egionair. المقدمة النهاردة كانت طويلة، رغم ان احنا يعني ما اتكلمناش في حاجة مثلا او ما تناقشناش في حاجة فيها. احنا كنا بس بنقول احنا النهاردة في الحلقة دي كده ممكن نروح فين، نيجي منين، نتكلم عن ايه، او ايه المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها ونتحدث سويا ونتناقش في هذه الحلقة المميزة من برنامج في الروقان. بس يعني خلينا نبدأ في نخش في الموضوع على طول. يعني بلاش يبقى رغي في الأول ورغي دلوقتي، خلينا نخش كده في موضوعنا على طول. النهارده هنتكلم عن إيه؟ قلنا هنتكلم عن الحرية. وزي ما قلنا كده، أو زي ما كانت الأغنية بتقول الحنية طب فين هي؟ عيني يا قلبي على الحنية. فاحنا هنقول الحرية طب فين هي؟ عيني يا قلبي على الحرية. الحرية في مفهومنا كمصريين أو كعرب صعبة شويتين. ليه؟ لأن احنا شعب فضولي بطبعه، وبيحب يحط مناخيره ويتدخل في اللي ليه فيه واللي ملوش فيه. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، أتذكر كده لقاء شهير، يعني لحسن الذكر، الله يرحمه، نائب رئيس الجمهورية ورئيس عام المخابرات المصرية لفترة ليست بالقليلة، سيادة اللواء عمر سليمان. لما استضافوه خلال أحداث ثورة يناير، وقال إن الشعب المصري شعب غير مؤهل للديمقراطية. هو الشعب المصري فعلا والشعب العربي عموما غير مؤهل لا للديمقراطية ولا للحرية. ليه بقى؟ لأن إحنا مش عارفين حدودي فين. يعني زي كده لما حصلت الثورة المصرية في 25 يناير وحصل السرقة، الهروب من السجون، التعدي على الممتلكات بتاعت الناس. خلينا نقول ان ميدان التحرير كان مثال عالمي يحتذى بيه. حاجة اشي خيالي يا ناس، حاجة قوية جدا، حاجة محترمة جدا. النظافة، البنات في امان، الرجالة في امان. بس ده جوه الميدان. بره الميدان كانت غابة. ليه بقى؟ عشان انت حريتك بتنتهي عند بداية حرية الآخرين. بمعنى يعني أنت حر ما لم تضر. أنت حر لغاية لما حريتك دي تبقى بتتعدى على حرية حد غيرك، أو بتتعدى على حرية شخص آخر. فلو أنت حريتك بتأثر بأي شكل على حرية الناس اللي حواليك، فمعناها كده ان خلاص انت ما بقتش في مجال الحرية بتاعك، انت في مجال الحرية بتاع الحد التاني. بمعنى برضو خلينا نبسط المواضيع شوية. لو انت مثلا مدخن، وتدخينك ده بيأثر بأي شكل على اللي حواليك، هتقولي ما هي صحتي، انا حر، انا حر في صحتي، انا اشرب سجاير، اشرب شيشة، اشرب اي حاجة، انا ما بضرش حد، انا بضر نفسي. هو انت بتضر نفسك لغايه ما يجي شخص يدخل من باب الاوضه حتى، ولا باب المكان اللي انت قاعد فيه، حتى لو الشخص ده اصلا مدخن. كون ان انت بتشرب قدامه فانت بتأذي صحته، بتخليه يدخن سلبي. لو هو بيبطل انت كده ممكن تأثر عليه ان هو يرجع تاني، بتأذيه، فما بقتش حر. فاشرب سجاير او اشرب اي حاجه انت بتشربها هي مضره ليك، بعيد عن الناس. انت كده ما بتضرش حد. مجرد ان حد دخل وبقى موجود، انت كده بقيت بتتعدى على حريته. بتسوق وبتجري في طريق، في ناس بتعدي في طريق، في ناس في عربيات تانية غيرك ماشي.
خلاص لا، دي مش حريتك ان انت تجري. هتقول ما هو انا اللي هموت، طب ولو خبطت حد تاني؟ طب يا عم ما خبطتش، انت لا قدر الله عملت حادثه ومحدش اتاذى فيها، انت العربيه بتاعتك اتخبطت في السور بتاع الطريق، ما انت كده بتعطل الناس اللي معاك في الطريق، اللي هو الساعه ولا الساعتين اللي الطريق هيعطل فيهم عشان يشيلوا عربيتك يخلوها على جنب والطريق يرجع يمشي تاني. فممكن في عربيه اسعاف كانت شايله حد ورايحه بيه المستشفى، ممكن واحد عنده اجتماع، واحد عنده شغل، واحد عنده سفر، واحد يا عم عايز يوصل في ميعاده اتعطل بسببك. فانت كده بتتعدى على حريه غيرك. لما تبقى ماشي في الشارع وتعاكس بنت مهما كانت هي لابسه ايه، ما هو ده تعدي على حريتها. زي ما انت برضو لو لابس اي شيء ما غريب، عامل تاتو، لابس نظاره، عامل شعرك احمر، محدش ليه ان هو يحكم عليك، بكيفك. زي ما ده بكيفك، كل الناس اللي في الشارع بكيفهم. عندك محل، حقك وحريتك ان انت تعمل محل تبيع فيه اي حاجه، بتبيع بومب وصواريخ، بتبيع بلالين، انت حر، محدش يقدر يقولك انت فاتح ليه، طالما معاك الورق الرسمي بتاعك وتصاريحك انت حر. لكن لما تطلع لي بالبضاعه بتاعتك لنص الرصيف ولا الرصيف كله وتنزل من فوقه، لا انت مش حر، لان انت كده اتعديت على حرم الطريق، اتعديت على الناس اللي ماشيه في الشارع، اتعديت على الناس اللي عايزه تركن عربياتها. انت حر ان انت تعمل اللي بتحبه وتاخد التصرفات اللي انت بتحبها او المناسبه ليك او اللي هتنجحك او هتفشلك حياتك. محدش يقدر يعارضك ولا يمنعك في قرارك. لكن حريتك دي ما ينفعش لا تبقى بتأثر على الناس ولا على الناس اللي حواليك ولا على غيرك ولا على دولتك ولا على بلدك. ممكن تبقى ناقد فني، تبقى صحفي، انتقد بس باحترام، انتقد من غير تنمر. ده بيفرق وبيأثر وبيغير في شخصيات الناس. انت لما تقول على حد تعليق سخيف ليه علاقة بشكله، ليه علاقة باسلوبه، ليه علاقة بطريقته، انت بتأذيه نفسيا، فانت كده تعديت على حريته. حقك تنتقد، بس النقد البناء بيزد على معايير ليها علاقة بانت بتنتقده في ايه. يعني في لبسه مالكش دعوة، لكن صوته حقك لو هو بيغني، تمثيله حقك لو هو بيمثل، لعبه كرويا حقك لو هو لعيب كورة. لكن ما تنتقدش ما هو بعيد عن ذلك. يعني مثلا ما تجيش لعيب كورة مثلا ضيع كورة ما دخلهاش جون فتشتمه بأهله وتشتمه بأمه وتشتمه بأبوه وتشتمه بمراته، ولا تقول ده انت وشك يقطع الخميره من البيت، من ساعه ما دخلت النادي ما شفناش خير. لا، انتقد اللعب، انتقد المباراه دي، انتقد الفتره اللي هو موجود فيها. انت عملت 1 2 3 4 غلط، مستواك سيء، المفروض الاداره تمشيك كده، انت محترم وبرافو ونسقف لك. هتغلط في اي حاجه من الحاجات اللي لسه قايلها من شويه دي، لا انت كده انسان مش محترم وانسان مش متربي، ودي كده مش حريه، دي كده وقاحه وقله ادب. اتمنى ان يعني شويه الكلام دول يكون ليهم اي تاثير ولو بسيط على الناس اللي بتسمع البرنامج. ولو اي حد عنده اعتراض او اختلاف عن الكلام او مع الكلام اللي انا بقوله ده، يا ريت يبعت لي وينبهني ويقول لي لا هو الصح كذا وغلط كذا. حتى لو كان الوقت بتاعنا مش هيسمح لنا ان احنا نقرا رسائل، لكن يعني هشوف الرسائل دي وممكن نتناقش فيها ونعمل منها مواضيع حلقات في الجاي ان شاء الله. انا اكرم مفتاح، وده برنامج في الروقان، كل يوم حد وثلاث من الساعه 12 للساعه 2 بالليل على راديو مصر، على الهواء صوت شباب مصر. التواصل معنا دايما من خلال ايميل الراديو radio@egn.com او عن طريق
كل منصات التواصل الاجتماعي @EG_on_air. فخلونا كده نروح ونطلع فاصل وارجع لكم من تاني، استنوني. وبعتذر لكل الناس اللي بعتت رسائل وما ردتش عليهم، ان شاء الله ان شاء الله متعوضه في اللي جاي. بس انا بمسي عليكم كلكم وبقول لكم منورين الدنيا كلها، وان شاء الله يعني الحلقه يكون دمها خفيف واكون انا خفيف عليكم كده. فخلينا دلوقتي نروح نسمع مين؟ نروح نسمع مروان خوري كل القصايد وارجع لكم من تاني، استنوني.